ازيك؟ عارف ان الدنيا ساعات بتيجي علينا جامد قوي، صح؟ تحس ان الهموم كبست على نفسك ومش لاقي مخرج. اهلا بيك في بودكاست يقيني. النهارده اول حلقة من حلقات البودكاست. الحلقة دي بعنوان مسيرها تروق وتحلى. انا محمود شاهين وسعيد ان معاك النهارده. الحلقة دي مش هتبقى زي اي حلقة. الحلقة دي هنتكلم فيها من القلب للقلب. عارف انت احساس لما تكون قاعد مع واحد صاحبك على القهوة وفجأة كده تلاقي نفسك بتحكي وبتفضفض؟ ده اللي ان شاء الله هنعمله النهارده. كلنا بنمر بلحظات صعبة، لحظات بنحس فيها ان الدنيا وقفت والطريق مسدود. تخيل معايا نفسك كده في يوم صحيت الصبح وانت حاسس ان مفيش طاقة تقوم من على السرير اصلا. بتفتح السوشيال ميديا وبتلاقي الناس كلها ناجحة ومبسوطة وحياتها مثالية، وانت قاعد بتسأل نفسك ليه انا لا؟ ليه انا مش زيهم؟ بس زي ما ربنا قال في القرآن الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يعني ما تضعفش وما تحزنش، انت الاعلى طالما انت مؤمن. في البودكاست ده ان شاء الله هنتكلم عن الضغوط اللي بنواجهها كل يوم، وهنتكلم عن الفشل والوحدة والمقارنات وفكرة ان انا كده مش كفاية. النهاردة رحلتنا هتكون في 5 محطات اساسية. اولا هنتكلم عن خنقة الحياة والاحساس ان كل الابواب مقفولة في وشك. تاني محطة معانا هتكون المقارنات اللي بتوجع، وليه دايما بنقارن نفسنا بالناس التانية وازاي ده بيأثر علينا. تالت محطة هتكون أنا مش كفاية، الشعور إن أنت مهما عملت أنت مش هتوصل. ورابع محطة الوحدة والصمت المؤلم، ليه ممكن تكون وسط ناس كتير بس تحس إن أنت لوحدك. والمحطة الأخيرة هتكون ضياع الهدف، لما تحس إن أنت مش عارف أنت رايح فين. بس قبل ما نبدأ عايز أقولك إن البودكاست ده مش مجرد كلام، ده عبارة عن حوار بيني وبينك. فلو أنت حاسس إن الكلام ده بيمسك أو إن عندك تجربة ومحتاج تشاركها، سيب تعليق تحت الفيديو. ويلا خلينا نبدأ رحلتنا في مسيرها تروق وتحلى. عارف إحساس لما تحس إن الدنيا بتضيق عليك، ولما تحس إن كل باب بتخبط عليه بيتقفل في وشك؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة في الفصل الأول، خنقة الحياة. خليني أحكي لك قصة أحمد. أحمد شاب عنده 25 سنة، اتخرج من كلية الهندسة بتقدير امتياز، وكان متفائل جدا وحاطط خطة لحياته. كان هيشتغل في شركة كبيرة وهيكون نفسه وبعدين يفتح شركته الخاصة. بس للأسف الواقع كان مختلف. أحمد قعد 2 كاملين يدور على شغل، وبيبعت السي في بتاعه لكل الشركات، وبيروح مقابلات، وفي كل مرة بيسمع نفس الرد: احنا اسفين، انت مش مناسب للوظيفة دي. في البداية كان بيقول لنفسه مفيش مشكلة، هي مسألة وقت. بس مع مرور الأيام والشهور بدأ الشك يدخل قلبه، وبدأ يسأل نفسه: مش يمكن أنا فعلا مش كويس؟ مش يمكن أنا فاشل؟ مش يمكن الشهادة اللي معايا دي ملهاش أصلا قيمة؟ وكل ما كان حد يسأله انت لسه ما اشتغلتش ليه يا أحمد، كان بيحس كأنه طعن في قلبه. المشكلة اللي أحمد واجهها كتير مننا جدا بيواجهوها، وهي إن المجتمع بيقيسك بنجاحك اللحظي. يعني إيه؟ يعني الناس مش بتشوف المجهود ولا بتشوف الرحلة ولا بتشوف التعب، هي بس بتشوف النتيجة النهائية. وده بيخلينا نحس إن قيمتنا مرتبطة بإنجازاتنا. يعني أنا لو ما أنجزتش حاجة ملموسة في حياتي يبقى أنا فاشل. والسوشيال ميديا برضو ليها دور كبير قوي في الموضوع ده. بتخلينا نشوف بس اللحظات الحلوة في حياة الناس، بنشوف الصور، صور النجاح، صور الفرح، صور السفر، صور الإنجازات، بس ما بنشوفش التعب اللي ورا اللحظات دي. وده بيخلينا دايما نقارن أسوأ لحظات حياتنا بأحلى لحظات غيرنا. وطبعا المقارنة دي مش عادلة أبدا. بس خليني أقولك على حاجة مهمة: الفشل مش نهاية الطريق، ده جزء من الرحلة. في نظرية في الفيزياء كده اسمها الكتلة الحرجة، وهي إن المادة لازم توصل لكمية معينة عشان يحصل تفاعلات نووية.
هو النجاح كده بالظبط، أنت محتاج كتلة حرجة، محتاج كتلة كبيرة من المحاولات والفشل عشان النجاح يحصل. كل محاولة بتفشل فيها هي خطوة بتقربك من النجاح، لأنك بتتعلم وبتكتسب خبرة وبتعرف إيه هو اللي ما ينفعش، إيه هي الخطوة اللي ما نفعتش في طريق نجاحك. فأنا عايز أقولك رسالة مهمة جدا: أنت مش فاشل، أنت في مرحلة التكوين، زي الماسة بالظبط. قبل ما تبقى بتلمع وغالية بتتحط تحت ضغط كبير جدا تحت الأرض، أو زي الفراشة قبل ما تطير بتقضي وقت في الشرنقة بتحاول تخرج وتكافح علشان تخرج منها. الخلقة اللي بتحس بيها دلوقتي دي هي جزء من عملية تكوينك، هي اللي بتخليك أقوى وأذكى وأكتر قدرة على مواجهة الحياة. وصدقني كل الناجحين مروا بنفس اللحظات دي، لحظات الشك والإحباط والخنقة. يعني عندك ستيف جوبز انطرد من شركته اللي هو نفسه أسسها، وفي جي كي رولينج مؤلفة هاري بوتر السلسلة المشهورة، السلسلة دي اترفضت من 12 دار نشر. وعندك برضو مايكل جوردن لاعب السلة المشهور، اترفض من فريق المدرسة. كلهم حسوا بنفس الخنقة اللي انت حاسس بيها دلوقتي، بس الفرق ان هم استمروا، ما وقفوش مكانهم. وزي ما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن دايما كسبان، حتى لو جاله خير بيشكر ربنا وبيكسب، ولو جاله شر بيصبر وبرضه بيكسب. خنقة بس ليها آخر. خليك فاكر إن الليل مهما طلع لازم يطلع فجر، وإن الشتاء مهما طال لازم بيجي الربيع، وإن خنقة الحياة دي مهما طالت هتعدي. ليه فلان سبقني؟ ليه مش أنا؟ كم مرة قلت الجملة دي لنفسك؟ كم مرة بصيت لحد وقلت ده بدأ معايا وبقى دلوقتي أحسن مني بكتير؟ في الفصل ده احنا هنتكلم عن المقارنات اللي بتوجعنا، وازاي بنقضي حياتنا في سباق أصلا مش بتاعنا. خليني أحكي لك قصة سارة. سارة بنت عندها 28 سنة، خريجة كلية إعلام وبتشتغل في مجال التسويق. سارة كانت دايما متفوقة في دراستها، وكانت بتحلم تبقى مديرة تسويق في شركة كبيرة. سارة عندها قريبة اسمها منى، وفي نفس عمرها تقريبا. منى اتجوزت بدري، وجوزها فتح لها مشروع صغير، والمشروع ده نجح بسرعة وبقت منى صاحبة بيزنس ناجح في وقت قصير. سارة بدأت تلاحظ إن كل العيلة بتتكلم عن نجاح منى: شوفوا منى عملت إيه، شوفوا منى فتحت فرع جديد، منى طلعت في المجلة الفلانية. وبدأت سارة تقارن نفسها بمنى: أنا ليه لسه موظفة؟ ليه أنا ما عنديش مشروعي الخاص؟ وليه منى نجحت وأنا لأ؟ بقت حياة سارة كلها سباق، كل خطوة بتاخدها بتقارنها بمنى، وكل إنجاز بتحققه ما بتفرحش بيه لأنه مش قد إنجازات منى. المقارنة دي اللي سارة وقعت فيها كلنا بنقع فيها، وهي من أكتر الأشياء اللي بتسرق فرحتنا. ليه؟ لأن المقارنة أصلا ظلم لنفسك من ناحيتين. أولا أنت بتقارن ظاهرك بباطن غيرك، يعني بتشوف الصورة الكاملة لحياتك بكل تعبها وتحدياتها، وبتقارنها بالصورة المتفلترة اللي الناس بتظهرها للعالم. ثانيا انت بتقارن رحلتك برحلة حد تاني، مع ان الظروف والامكانيات والفرص مختلفة تماما. وده زي ما تقارن نفسك بلاعب كرة محترف وانت ما بتلعبش كرة اصلا. المشكلة التانية في المقارنة انها بتخليك تنسى انجازاتك الشخصية، بتبص على كل اللي مش عندك وما تشوفش اللي عندك. سارة مثلا نسيت انها وصلت لمنصب كويس في شركة محترمة وبمجهودها الشخصي ومن غير واسطة او دعم من حد. كمان المقارنة بتخليك تنسى ان لكل واحد رحلته الخاصة، إنجازك بيجي في وقته مش في وقت غيرك. عايز أقول لك رسالة مهمة جدا: خليك في معركتك، والسبق للي عنده نفس أطول. الحياة مش سباق مع الناس التانية، الحياة سباق مع نفسك. النجاح الحقيقي إنك تكون أحسن من نفسك امبارح. بدل ما تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك من سنة فاتت. شوف إيه اللي اتعلمته، إيه اللي كسبته، إيه اللي اتغير فيك للأحسن. وافتكر إن لكل واحد طريق، في ناس بتوصل بدري
وناس بتوصل متأخر، بس المهم إنك ماشي في الطريق الصح. زي ما بيقولوا مش مهم السرعة، المهم الاتجاه. وكمان ابتدي احتفل بنجاحات غيرك، بدل ما تحسدهم عليها. لما تشوف حد نجح قول مبروك، مش ليه مش أنا. لأن النجاح مش تورتة محدودة، نجاح غيرك ما بينقصش من فرصك. وربنا سبحانه وتعالى جل وعلا قال في قرآنه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني ما تتمناش اللي عند غيرك، لأن ربنا قسم الأرزاق بحكمة، وكل واحد ليه نصيبه اللي يناسبه. المقارنات بتوجع لأنها بتخليك تعيش حياة مش بتاعتك. خليك في معركتك وركز على سباقك انت، وافتكر الوحيد اللي تقارن بنفسك هو انت من سنة فاتت. أنا بحاول، بس دايما في حاجة ناقصة فيا. الجملة دي بتتردد جوه دماغنا كتير حتى لو كنا ناجحين في عيون الناس. في الفصل ده هنتكلم عن الإحساس المؤلم إننا مش كفاية، وإزاي بنعيش في خوف دايم من اكتشاف الناس إننا مش قد الكلام. أحكي لك قصة كريم. كريم مهندس برمجيات شاطر، شغال في شركة تكنولوجية كبيرة جدا، بياخد مرتب محترم دايما، بيخلص الشغل قبل ميعاده، وبيطلع أفكار جديدة والمديرين دايما بيثقوا فيه. بس كريم من جواه في صوت دايما يقول له أنت مش كفاية. كل ما بيخلص من مشروع يقول لنفسه كان ممكن أعمل أحسن من كده. كل ما حد يمدحه في الشغل يقول لو يعرفوا إني مش فاهم كل حاجة هيغيروا رأيهم. حتى لما اتعرض عليه ترقية كان أول رد فعل ليه أنا مش جاهز، في ناس تانية أحسن مني كتير. كريم بيعاني من حاجة اسمها متلازمة المحتال أو امبوستر سيندروم. الإحساس إنه بيمثل دور، وإن نجاحه مجرد صدفة، وإنه في أي لحظة الناس هتكتشف إن هو مش قد المقام ده. الإحساس ده اللي كريم بيعاني منه مش هو بس اللي بيعاني منه، ده إحساس منتشر جدا وخصوصا بين الناجحين. تخيل إن ألبرت أينشتاين نفسه كتب مرة: التأثير المبهج للنجاح لا يكفي للتغلب على الشعور بالشك في النفس. ومايا أنجلو الكاتبة المشهورة قالت: كنت دايما خايفة إن حد يكتشف إني محتالة وإني مش أستاهل كل ده. طب ليه بنحس بكده؟ في أسباب كتير. أولا الكمالية، بنحط لنفسنا معايير مستحيلة ونقيس نفسنا بيها. ثانيا بنقارن باطننا بظاهر غيرنا، بنشوف نجاحات الناس وما بنشوفش الصراعات اللي جواهم. ثالثا بننسب نجاحنا للحظ أو للعوامل الخارجية، وبننسب فشلنا لنفسنا. رابعا بنخاف من الفشل لدرجة إننا ما بنحاولش أصلا، أو بنقلل من نجاحنا عشان ما تتوقعش أكتر. المشكلة في الإحساس ده إنه بيمنعنا من إننا نعيش لحظات نجاحنا، وبيخلينا دايما خايفين وقلقانين ومش مبسوطين بإنجازاتنا. وكمان بيمنعنا من إننا نتطور، لأننا بنخاف نجرب حاجات جديدة، خوف من الفشل أو من فضح نفسنا. فأنا عايز أقول لك رسالة مهمة جدا: أنت كفاية، أنت كفاية قوي. مفيش حد كامل، كلنا بنغلط وكلنا بنتعلم وكلنا عندنا شكوك. النجاح مش معناه إنك بتعرف كل حاجة، النجاح معناه إنك بتتعلم وبتتطور. وكمان الشك في النفس ممكن يكون علامة صحية أصلا، لأنه بيدل على إنك متواضع وعايز تتعلم أكتر. المشكلة مش في الشك نفسه، المشكلة في إننا بنسبح للشك ده إن هو يشلنا. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني كلنا بنغلط، محدش كامل، والأحسن فينا مش اللي ما يغلطش، لأ، بس اللي بيعترف بغلطه وبيتعلم منه. عشان تتغلب على الإحساس ده في كام حاجة كده ممكن تعملها. أولا اعترف بإنجازاتك، اكتب كل حاجة حققتها مهما كانت صغيرة. ثانيا اقبل المديح، لما حد يمدحك قول شكرا بدل ما تقلل من نفسك. ثالثا افصل بين مشاعرك وحقائق، أنا حاسس إني فاشل مش معناها إن أنا فاشل. رابعا اتكلم مع حد، هتلاقي إن معظم الناس أصلا بيحسوا بنفس إحساسك. وأهم حاجة افتكر إن وجودك مش ناقص، أنت مش محتاج تستاهل وجودك. إحساس إنك مش كفاية هو أكبر كذبة ممكن تصدقها. أنت مش محتاج تكون كامل عشان تكون كفاية. وزي ما قال برني براون: أنت كفاية تماما كما أنت، وتستحق الحب والانتماء.
حواليا ناس كتير بس أنا حاسس إني لوحدي. الجملة دي بتلخص واحدة من أكتر المشاعر إيلاما في عصرنا ده، الوحدة وسط الزحام. في الفصل ده هنتكلم عن الوحدة والصمت المؤلم، وإزاي ممكن نكون محاطين بناس ومع ذلك نحس بفراغ كبير حوالينا. السيدة سميرة. السيدة سميرة ست في الستينات من عمرها، عاشت حياة مليانة بالحب والنشاط، وكانت متجوزة راجل بتحبه وعندها 3 أولاد. كانت بتشتغل مدرسة وليها دور في المجتمع. بس الحياة اتغيرت. جوزها توفاه الله بعد مرض طويل، وولادها سافروا بره مصر للشغل، وهي قعدت على المعاش. وبيتها اللي كان مليان ضحك وحركة بقى هادي وفاضي، وصوتها اللي كان بيملى المكان بقى بيكلم نفسه بس. السيدة سميرة مش محتاجة فلوس ومش محتاجة مساعدة من حد، هي بس محتاجة حد يسمعها، حد تحكي له، وحد تشاركه يومها. بقت بتقضي ساعات كتير قوي على الفيس، تبص على صور ولادها وأحفادها وتكتب في التعليقات على أمل إنهم يردوا عليها، وبقت تتصل بأي حد لأي سبب بس عشان تسمع صوت بني آدم. الوحدة اللي الست سميرة دي بتعاني منها مش مجرد وحدة جسدية، دي وحدة نفسية وروحية. وللأسف الوحدة بقت وباء في عصرنا ده، رغم إننا أكتر اتصالا من أي وقت فات. عندنا تليفونات وعندنا سوشيال ميديا وعندنا إنترنت، ومع ذلك الإحصائيات بتقول إن الوحدة زادت بشكل مخيف في السنين الأخيرة. طب ليه؟ لأن الوحدة مش قلة ناس، الوحدة قلة تواصل حقيقي. ممكن تكون في أوضة مليانة ناس ومع ذلك تحس بالوحدة، وممكن تكون مع شخص واحد بس تحس بالاكتمال والاتصال وتحس إنه مال عليك حياتك. المشكلة في عصرنا إننا بنتواصل كتير لكن بنتكلم قليل، بنشارك صور وبنعمل لايكات وبنبعت ايموجيز لكن ما بنفتحش قلوبنا. وكمان بقينا بنخاف نبان ضعاف، نخاف نقول أنا محتاج حد يسمعني، أنا حاسس بالوحدة، أنا تعبان. الإنسان محتاج يسمع ويتسمع، محتاج يحس إن في حد شايفه وحد فاهمه وحد مهتم بيه. وده مش ضعف، ده جزء من إنسانيتنا أصلا. عايز أقول لك أوعى تسكت، احكي وشارك وخبط على قلوب الناس. الوحدة مش عيب ولا ضعف، الوحدة إحساس إنساني طبيعي جدا كلنا بنمر بيه. وربنا سبحانه وتعالى قال في قرآنه الكريم: ونحن أقرب إليك من حبل الوريد. يعني مهما حسيت بالوحدة افتكر إن ربنا سبحانه وتعالى أقرب إليك من نفسك، وإنك مش لوحدك أبدا. لو حاسس بالوحدة في كام حاجة ممكن نعملها. أولا اعترف بإحساسك، قول لنفسك أنا حاسس بالوحدة، وما تحاولش تهرب بالإحساس ده. ثانيا ابدأ أنت المبادرة، ما تستناش حد يجيلك، روح لهم أنت. ثالثا دور على مجتمع، دور على ناس عندهم نفس اهتماماتك ونفس هواياتك ونفس قيمك. رابعا اتعلم تستمتع بوقتك مع نفسك. الوحدة غير العزلة، العزلة ممكن تكون مفيدة ومريحة لو عرفت تستغلها صح. وأهم حاجة اوعى تخجل من إنك تطلب المساعدة. لو حاسس إن الوحدة بتأثر على صحتك النفسية اطلب مساعدة متخصصة فورا. وافتكر إن الوحدة مش حالة دايمة، دي مرحلة زي أي مرحلة في الحياة وبتعدي. الصمت المؤلم ليه صوت، وصوتك مهم. اوعى تسكت، احكي وشارك وخبط على قلوب الناس، وافتكر إن في ناس كتير حواليك حاسين بنفس إحساسك ومستنيين بس حد يبدأ الكلام معاهم. أنا مش عارف أنا بعمل إيه في حياتي. الجملة دي بتتردد في عقول كتير مننا، سواء كنا في بداية الطريق أو حتى بعد سنين من النجاح. في الفصل ده هنتكلم عن ضياع الهدف وإحساس إنك ماشي في طريق بس مش عارف هو هيوديك فيه. خليني أحكي لك قصة محمد. محمد طالب في كلية الصيدلة في سنة تالتة، دخل الكلية دي عشان مجموعه كان كويس، وأهله شجعوه على ده، وكمان علشان مستقبلها مضمون. بس محمد من أول يوم وهو مش حاسس بأي شغف ناحية الصيدلة، بيذاكر بس عشان ينجح، وبيحضر المحاضرات عشان الغياب، وبيعمل اللي عليه بس من غير أي حماس أو اهتمام حقيقي. كل يوم محمد بيصحى الصبح ويسأل نفسه: هو أنا هنا بعمل إيه؟ هو ده فعلا اللي أنا عايزه؟ طب هو ده هيخليني سعيد؟ محمد حاسس إنه ضايع، ماشي في طريق بس مش طريقه، بيعمل حاجات بس مش حاجته، بيحقق أحلام بس مش أحلامه. الحالة اللي محمد فيها دي كتير مننا بيمر بيها،
وهي إننا بنلاقي نفسنا ماشيين في طريق إحنا أصلا ما اخترناهوش. ليه بيحصل ده؟ في أسباب كتير. أولا ضغط المجتمع والعيلة، أنت لازم تكون دكتور، أنت لازم تشتغل في الحكومة، أو أنت لازم تتجوز بدري. ثانيا الخوف من المجهول، أنا هختار طريق آمن حتى لو مش هحبه. ثالثا مع عدم معرفة النفس، كتير مننا أصلا ما بيعرفش هو بيحب إيه أو بيكره إيه. رابعا الانجراف مع التيار، بيعمل زي ما الناس بتعمل من غير أصلا ما يفكر، ماشي مع التيار وخلاص. المشكلة في ضياع الهدف بقى إنه بيخلينا نعيش حياة على الهامش مش من القلب. بنعمل حاجات بس من غير روح وبنتحرك من غير اتجاه، وده بيخلينا نحس بالفراغ والملل وأحيانا الاكتئاب، لأن الإنسان محتاج معنى في حياته مش بس وجود. وزي ما قال نيتشه، من عنده لماذا يعيش يستطيع أن يتحمل أي كيف. عايز أقول لك رسالة مهمة، مش لازم تكون عارف هدفك بدقة، المهم تكون بتتحرك في اتجاه شبهك. كتير مننا بيفكر إن الهدف لازم يكون واضح 100% ومحدد ومرسوم، بس الحقيقة إن الهدف بيتكون مع الوقت. وزي ما قال ربنا في قرآنه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني ممكن تكون بتكره حاجة وهي في الحقيقة أصلا خير ليك، ممكن تكون بتحب حاجة وهي أصلا شر ليك، لأن ربنا بيشوف الصورة كاملة وإحنا بنشوف جزء بسيط جدا من الصورة. لو أنت حاسس إنك ضايع، ففي كام حاجة ممكن نعملها. أولا اسأل نفسك أسئلة صعبة: هو إيه اللي بيخليني مبسوط؟ إيه هي الحاجة اللي بعملها وبنسى فيها الوقت؟ طيب لو الفلوس مش مشكلة، أنا هعمل إيه؟ ثانيا جرب حاجات كتير وحاجات جديدة، مش هتعرف أنت بتحب إيه إلا لما تجرب. ثالثا اسمع صوتك الداخلي، مش صوت أهلك ولا صوت أصحابك ولا صوت المجتمع. رابعا افتكر إن الوقت لسه في إيدك، مفيش حاجة اسمها فات الأوان. وأهم حاجة ابدأ اتحرك حتى لو مش عارف الاتجاه بالظبط، الحركة بتولد وضوح. ضياع الهدف مش نهاية الطريق، ده بداية رحلة الاكتشاف. وزي ما قال رالف والدو إمرسون: ما قيمة أن تنجح في الوصول إلى القمر إذا أخطأت النجمة. خليك صادق مع نفسك واختار طريق يشبهك حتى لو كان صعب وحتى لو كان مختلف. وصلنا للنهاية، نهاية رحلتنا ببودكاست مسيرها تروق وتحلى. رحلة اتكلمنا فيها عن خنقة الحياة والمقارنات اللي بتوجع وإحساسنا إن إحنا مش كفاية والوحدة وسط الزحام وضياع الهدف. كلها مشاعر إنسانية، كلها مشاعر بنمر بيها بس مش دايما بنتكلم عنها. عايز أثبت معاك شوية رسائل مهمة قبل ما نقفل. أولا كلنا بنتخنق، كلنا بنحس إن الدنيا ضيقة وإن الأبواب مقفولة، لكن زي ما ربنا قال: إن مع العسر يسرا، الدقيقة مهما طالت هتعدي. ثانيا المقارنة سم قاتل، بتسرق فرحتك وبتخليك تعيش حياة مش بتاعتك. خليك في حياتك وركز على سباقك انت. ثالثا انت كفاية، انت مش محتاج تكون كامل عشان تكون كفاية، وجودك مش نقص ومش محتاج تستاهله. رابعا الوحدة مش عيب، الوحدة إحساس إنساني وكلنا بنمر بيه، بس اوعى تسكت، احكي، شارك، خبط على قلوب الناس، ما تسكتش. خامسا الهدف بيتكون مع الوقت، مش لازم تكون عارف كل حاجة من البداية، المهم تكون بتتحرك في اتجاه شبهك. وأهم رسالة: اوعى تبطل تحاول حتى لو الدنيا دي ضباب، في أمل وفي فرصة وفي دايما بداية جديدة. في النهاية عايز أقولك: صوتك مش ضعيف وتجربتك مش قليلة ومكانك في الحياة مش صدفة. انت مش لوحدك في الرحلة دي، كلنا بنمر بنفس المشاعر وكلنا بنفس التحديات. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني مهما كانت ظروفك استمر في المحاولة واطلب العون من ربنا سبحانه وتعالى وما تستسلمش أبدا. الحياة مش سهلة على حد، بس اللي يكمل هو اللي بينتصر في الآخر. صدقني سرعة الأخت تحلى ومش لوحدك. لو البودكاست ده عجبك
يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة وتشاركه مع أي حد ممكن يستفيد منه. ولو عندك تجربة وعايز تشاركها أو موضوع عايز نتكلم فيه في الحلقات الجاية، سيب تعليق تحت الفيديو. شكرا ليك جدا إنك استمعت للبودكاست ده، وأتمنى أكون قدرت أوصل لك الرسالة بشكل واضح ورسالة فيها أمل. هنتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست يقين.